لو بادئ مشروع صغير وعايز تكبره بس لسه ما عندكش الامكانيات الماديه عشان تصرف على التسويق، فالفيديو ده ليك. هشاركك 10 افكار تسويقيه مش هتحتاج منك اي ميزانيه ونجاحها مضمون 100% عشان تقدر تكبر بيها مشروعك ويجيلك عملاء وانت نايم. هقولك ازاي تنفذ كل فكره بالتفصيل والادوات المجانيه اللي هتحتاجها عشان تساعدك، وفي اخر الفيديو هشاركك هديه عشان اشكرك على المشاهده. وعلى فكره الافكار دي مش مجرد كلام فيديوهات، دي افكار مشاريع كتيره صغيره بدات بيها وعملت من وراها ملايين. وسايب لك في الوصف روابط عشان تقرا وتتاكد بنفسك. وانا جربتها شخصيا مع مشروع الفتنس كوتشنج بتاعي، وحرفيا ما كانش بيبقى عندي وقت حتى استقبل عملاء جداد. فعايزك تتفرج على الفيديو للاخر، ومش مطلوب منك انك تنفذ كل الافكار، انا عايزك تختار فكرتين 3 هتقدر تلتزم بيهم وتركز عليهم وتستمر فيهم. انا اسمي شادي السيد وبساعدك في قناتي تبني وتكبر البيزنس بتاعك. يا ريت لو استفدت من المعلومات اللي هشاركها تعملي لايك، تسالني وتشاركني رايك في التعليقات وتتابعني عشان تساعد القناه. انا بنزل فيديو كل جمعه ومتاكد 100% انك هتلاقي معلومه تساعدك في نجاح مشروعك. اولا وقبل ما نتكلم عن الافكار وندخل في التنفيذ على طول، لازم الاول نتاكد ان الاساس بتاعنا مبني مظبوط. عشان كده في خطوتين مهمين جدا لازم تنفذهم، والخطوتين دول مهمين لدرجه ان بدونهم الافكار اللي هقولها ملهاش لازمه ومش هتحقق لك العائد اللي انت عايزه. اول خطوه لازم تحدد مين هو الايديال كاستمر بروفايل او البيرسونا، من الشخص اللي هدفك تبيع له. المشروع بتاعك او المنتج بتاعك معمول لمين بالظبط؟ وما اقصدش انك تحدد العمر والنوع والمستوى الاجتماعي وبس، الكلام ده مجرد قشره. لازم تتعمق في الشخصيه دي وتفهم ايه هي احلامها، ايه هي امنياتها، ايه هي مخاوفها، ايه هي طموحاتهم، لان ده المدخل الحقيقي ليهم. انت مش هتبيع لحد لمجرد انه عمره 30 سنه وشغال مدير في شركه، بس هتبيع له لانه عايز يبني مستقبل افضل لعيلته، عايز يحس براحه بال وامان عشان يركز على مستقبله، نفسه يحس ان الناس شايفاه ناجح، خايف من التكنولوجيا وعايز وظيفته ما تبقاش شيء من الماضي بسبب الاي اي. دي كلها حاجات هتساعدك تفهم العميل بتاعك وتتعمق في شخصيته عشان تقدر تقنعه وتقدم له الرساله التسويقيه اللي فعلا هتلمس حياته وتخليه يقول المشروع ده فاهم انا عايز ايه، وهطمن وانا بطلع بطاقه البنك وادفع لهم. لازم من الاول تحدد كل المخاوف والتحديات اللي بيواجهوها عشان دي اللي هتساعدك تنفذ تاني خطوه بنجاح، وهي تحديد العرض بتاعك. بناء على شخصيه العميل اللي حددتها لازم تعمل عرض او اوفر العميل يحس انه مستحيل يترفض. عارف انت احساس دي فرصه ما تتعوضش؟ ده الرد اللي انت عايزه يدور في بال العميل لما يسمع العرض بتاعك. طيب ازاي تعمل عرض مستحيل يترفض؟ دي واحده من افضل الطرق اللي انا بستخدمها مع العملاء بتوعي. هتجيب ورقه وقلم وتعمل جدول من عمودين، العمود الاول اسمه السمات والعمود الثاني اسمه الفوائد. في عمود السمات هتكتب السمات الوظيفيه للمنتج، يعني مثلا لو بتسوق مشاية رياضيه السمات ممكن تكون مشاية قابله للطي بسهوله. والفايده هتكون مش هتاخد مساحه في البيت وهتحافظ على نشاطك من اي مكان. سمه تانية ممكن تكون سرعات متفاوته، الفايده هتكون بغض النظر عن لياقتك هتلاقي مستوى التمرين اللي يناسبها، وهكذا. بعدين هتاخد بقى الفوائد دي وتبتدي تطبقها مع التحديات اللي بيواجهها العميل عشان تشوف انهي فايده بتحل انهي تحدي بالظبط، وتبتدي تعمل منهم رسائل تسويقيه قويه. والرسائل دي هتكون بعد كده هي الطريقه اللي بتتكلم بيها عن المنتج. مثلا ممكن واحد من مخاوف العميل هو ان المشاية الرياضيه بتاخد مساحه كبيره في البيت وما عنديش مكان اخزنها فيه. ساعتها رسالتك عشان تطمن المخاوف دي هتكون حافظ على نشاطك في اي وقت ومن اي ركن في بيتك مع اصغر مشاية رياضيه في السوق. طبعا لازم تكون فعلا المشاية بتاعتك اصغر مشاية في السوق. كده انت بقى عندك الاساس مظبوط. ندخل بقى على الافكار التسويقيه اللي هتاخد الكلام ده كله وتجيب بيه عملاء. اول فكره المحتوى التعليمي على السوشيال ميديا. انا عارف ان دي فكره بديهيه بس برغم سهولتها ناس كتير مش بتنفذها صح، والسبب بسيط انهم ما فكروش في العميل، ما فهموش ايه اللي محتاجه. عشان كده زي ما قلنا لازم تفهم عميلك كويس وتصنع محتوى يعلمه، محتوى يبين خبرتك، يبين معرفتك، يخلي الناس تثق فيك وتسمع منك. ودي اشكال المحتوى التعليمي اللي عايزك تركز عليها. اول حاجه غلطات الناس بتقع فيها وازاي يتجنبوها. تاني حاجه خطوات الناس تمشي عليها عشان تحل مشكله بيواجهوها. تالت حاجه مفاهيم الناس مش عارفاها وجهلهم بيها بيكلفهم وقت وفلوس. رابع حاجه تجربتك الشخصيه والمعاناه اللي انت اتغلبت عليها. واخيرا التحديثات اللي الناس هتعرفها قبل غيرها. شوف انهي نوع محتوى من دول يناسب مشروعك واصنع منه كتير.
ونصيحتي انك تعمل الفيديوهات دي بنفسك، ما تخليش حد يسجلها بالنيابه عنك، عشان الناس في الاول هتشتري منك انت ولازم يثقوا فيك انت اولا. ومش لازم يكون عندك احسن كاميرا ولا احسن اضاءه، اطلع اصنع محتوى باي كاميرا عندك، المهم انك تركز على المضمون. تاني فكره هي اليوزر جنريتد كونتنت. الانفلونسرز والمؤثرين الاجتماعيين الكبار خلاص راحت عليهم، ما بقاش حد يصدقهم، والجمهور عارف انهم مدفوع لهم فلوس عشان يسوقوا المنتج، فما فيش مصداقيه. لكن الحسابات بقى اللي عندهم قاعده جمهور صغيره من 1000 ل 3000 متابع بقوا اقوى وافضل بكتير في التسويق، لان اولا جمهورهم حقيقي ومتفاعل، وثانيا جمهورهم عشان صغير مش هيطلبوا فلوس، خصوصا لو تعرف انت الحسابات دي شخصيا. ولو حتى ما تعرفش حسابات بالعدد ده من المتابعين، استخدم معارفك، خليهم يستخدموا المنتج بتاعك، يعملوا فيديو وهما بيستخدموه، او حتى ينزلوا لك كام ستوري عندهم. وحلاوه الطريقه دي ان الناس اللي هتتابعك او تطلب المنتج هيكون فعلا عندهم اهتمام حقيقي باللي بتقدمه. وتاني لازم تخلي اللي هيعمل لك المحتوى يستخدم الرسائل التسويقيه اللي عملتها، وتقدر كمان تقدم منتج مجاني للحسابات الكبيره شويه في مقابل انهم يعملوا ستوري ولا رين على المنتج بتاعك. واهم نقطه هنا، حاول ما تخليش المحتوى يبان تسويقي، خليه يبان طبيعي كانه جاي من شخص بيتكلم عن حاجه جربها مع اصحابه ولا قرايبه. تالت فكره، التعاون مع براندات بتخدم نفس الجمهور بتاعك، وده في التسويق اسمه كو براندنج. لو عايز توصل لجمهورك بسرعه من غير ما تبان تسويقي قوي، يبقى الكو براندنج اقوى طريقه ليك. كل اللي انت محتاجه انك تدور على مشاريع بتقدم خدمه مكمله لخدمتك، وتتواصل مع المؤسسين ليها وتعرض عليهم فكره للتعاون. مثلا ممكن يكون التعاون ان مع كل حاجه العملاء هيشتروها من عند براند كذا هياخدوا خصم على منتج من منتجاتك، او ممكن يكون باقه منتجات كامله بتقدموها مع بعض، او حتى انك تقدم المنتج بتاعك بخصم لعملاء البراند اللي هتتعاون معاه. لو افترضنا مثلا انك بتعمل براند تجميل، ممكن تتعاون مع مراكز التجميل. لو بتقدم ملابس رياضيه تقدر تتعاون مع النوادي الرياضيه. لو بتقدم خدمات تسويق تقدر تتعاون مع مراكز السجل التجاري. عايزك تعمل قائمه بالبراندات اللي ممكن تتعاون معاها وحط لهم عرض وابتدي تواصل معاهم. رابع فكره هي الايميل ماركتنج. افضل طريقه تعمل بيها تواصل شخصي بينك وبين العملاء هي الايميلات. اكيد انت بتستلم ايميلات باسمك تديك معلومات او تعرض عليك خدمات. النوع ده من التسويق اسمه ايميل ماركتنج، وتقدر من خلاله تثبت للعميل بتاعك انك فاهم تحدياته وعارف ازاي تحلها. وعشان تنفذ الفكره دي لازم تبدا بجمع ايميلات كتير للعملاء، ممكن تكون عن طريق الناس اللي بتقابلها وبيشاركوا معاك ايميلهم، او عن طريق الويب سايت بتاعك، او حتى عن طريق السوشيال ميديا لما حد يتفاعل معاك. بعد كده محتاج تبدا تعمل خطه محتوى اسبوعي تبعته للايميلات اللي جمعتها. ممكن يكون المحتوى دوت عن قصص نجاح، او عن خطوات تعليميه، او مقارنه بين حل والتاني. وشطارتك هنا انك تعمل ما يعرف باسم الليد نيرتشرنج، او انك تجر رجل العميل واحده واحده بالمحتوى اللي بتقدمه، لانك كل ما بعت محتوى مفيد للعميل كل ما اهتم، وواحده واحده تقدر تديله عرض خاص بيه، وخلصت البيعه بتاعتك على كده. وفي ادوات ايميل ماركتنج مجانيه زي اداه ميلر لايت، وبتدعم اللغه العربيه وسهله الاستخدام. ادخل بص على فيديوهات تعليميه عنها على اليوتيوب وابتدي اعمل خطه ايميل بسيطه للعملاء. خامس فكره النتوركينج والوان تو وان سيلينج، وده البيع التقليدي منك للعميل مباشره، بس هنا هتعمل البيع في بيئه مهيئه للي بتبيعه. يعني مش هتروح تبيع للعميل بتاعك وهو قاعد على البحر ولا واقف في طابور، هتبيع له وهو موجود في ايفنت له علاقه باللي بتقدمه، او في مكان هو اصلا بيشوف فيه منتج له علاقه بالمنتج بتاعك. مثلا لو العميل بتاعك في معرض سيارات، دي فرصه انك تروح وتقدم فيها خدمه زي خدمات تامين السيارات. لو العميل بتاعك في معرض فاشن، دي فرصه تروح وتتكلم فيها عن منتجات التجميل بتاعتك. والميزه هنا ان عميلك هيكون مهيئ ذهنيا للبيع. وعشان تنفذ الفكره دي لازم تعمل قائمه بكل المعارض والايفنتس اللي ليها علاقه بمجال البيزنس بتاعك، وبعدين بتجهز برزنتيشن حلو عن خدمتك مع هديه بسيطه للعملاء وعينه للمنتج، وتروح تتكلم مع الناس وتتعرف عليهم وتاخد ايميلاتهم عشان تستخدمها في الايميل ماركتنج. كمان لازم تدور هنا على فرص للتعاون، زي ما اتكلمنا من شويه على الكو براندنج. ممكن تقابل ناس اصلا عندهم براند بيكمل اللي بتقدمه وتتعاون معاهم. ولازم قبل ما تروح النوع ده من الايفنتات تجهز عرض لشخص هيشتري وشخص هتتعاون معاه. سادس فكره هي جوجل ماي بيزنس. كم مره كنت خارج فيها ولقيت نفسك بتفتح جوجل وبتدور على مطاعم ولا محلات جنبك؟ يمكن كل اسبوع بتعمل الكلام ده وانت مش واخد بالك. والاماكن اللي بتطلع لك في الاول هم دايما الاماكن اللي فرصتهم اكبر في انك تروح تشتري منهم، وده لانهم عاملين حساب جوجل ماي بيزنس قوي. لو عندك مشروع فيزيكال سواء محل كافيه او مكتب، لازم تبدا تظبط بروفايل مشروعك على جوجل، ودي كام خطوه بسيطه محتاج تمشي عليهم. اول خطوه انك تعمل حساب مجاني على جوجل بيزنس بروفايل، وتسجل بيانات مشروعك، الاسم، العنوان، ساعات العمل، واهم حاجه الصور. صور حلوه للمكان او المنتج بتاعك.
تاني حاجة، شجع العملاء انهم يكتبوا لك ريفيوز او تقييمات عن خدماتك او منتجاتك على الصفحة، لان التقييمات دي مش بس بتدي مصداقية، دي كمان بتأثر في ترتيبك في البحث. تالت حاجة، لازم تخليك متفاعل على صفحتك، ترد على الكومنتات والاسئلة اللي الناس بتكتبها، لان كل ده بيزود ثقة العميل فيك. ورابع حاجة، حاول تنزل بوستس او عروض من وقت للتاني على صفحتك. في ناس كتير ما تعرفش ان جوجل بيديك الخاصية دي زي صفحات السوشيال ميديا، عشان كده لو عملت الكلام ده هتبقى سابق خطوة عن منافسينك. نيجي بقى لسابع فكرة، وهي انك تتواصل مباشرة مع العملاء المحتملين على السوشيال ميديا او بالايميل، ولكن بطريقة ذكية شوية. وهنا هتدور على حسابات لعملاء محتملين ليك سواء على لينكد ان او على انستجرام، وبعدين تتابعهم وتعمل تعليقات على البوست اللي بينزلوها، وبعدين تبعت لهم رسالة مناسبة ليهم هم شخصيا، عشان تبين لهم انك داخل فعلا تساعدهم مش داخل تبيع لهم. مثلا بدل ما تدخل تقول انا بقدم كذا، هتدخل تقول عجبني المحتوى اللي انت بتقدمه، بس عندي ملاحظة بسيطة ممكن تزيد التفاعل، وهي انك تعمل 1 2 3. مفيش اي بيع هنا، انت داخل تساعد وبس. او لو انت في مجال الفتنس، ممكن تبعت لعميل محتمل تقول له شفتك متابع صفحات فتنس كتير، فقلت اشارك معاك الدليل ده عن عدد السعرات في الاكل عشان تساعدك في رحلتك. برضو هنا زي ما انت شايف مفيش اي بيع، مجرد فتح كلام وقيمة مجانية تمهد الطريق لقيمة مدفوعة. العميل هنا مش بس هيحترمك، ده كمان ممكن يتابعك، وهنا المحتوى اللي انت بتنزله على صفحتك هيقربك اكتر واكتر للبيع. تامن فكرة هي تقديم عمولة للناس اللي تجيب لك عملاء. تخيل لو خليت كل معارفك واصحابك بياعين ليك، ده اللي هتقدر تعمله لو عملت برنامج عمولة بسيط لاي حد يجيب لك عميل. وهنا لازم تعمل عرض عمولة مغري للناس عشان يتحمسوا ويجيبوا لك عملاء. كمان الاسلوب ده هيخليهم يسوقوا لك على صفحاتهم وفي دايرة معارفهم، وده كله تسويق ببلاش لمشروعك. وانت هنا هتتنازل عن ربح بسيط من مبيعاتك في مقابل انك تجيب ناس اكتر تشتغل معاك. كمان تقدر تقدم للعملاء نفسهم اللي بيشتروا منك عمولة في شكل خصم لو جابوا لك عميل من طرفهم، وبالشكل ده اي حد يعرفك او اي حد اشترى منك هيكون بياع ليك. تاسع فكرة، التسويق من خلال المشاريع المحلية. ايا كانت المنطقة اللي انت موجود فيها، اكيد في مشاريع كتيرة موجودة حواليك، من محلات، كافيهات، مكاتب، وكل دول فرص ليك انك تسوق المنتج بتاعك. وهنا ببساطة هتطلب منهم يحطوا لك مطبوعات او يحطوا لك ستيكر بكيو ار كود مع رسالة قوية تودي الناس لصفحة الويب سايت بتاعك. وهنا لازم تستغل الفرصة دي وتعمل رسالة وتصميم قوي، وعندك كانفا عليها تصاميم مجانية كتير تقدر تستخدمهم. وطبعا مش كل المشاريع ممكن توافق، فهنا هتيجي وتقدم اي نوع من انواع العمولة، سواء منتجات مجانية لمدة شهر للناس اللي شغالة في المكان، او حتى عمولة مالية لاي عميل يجي من طرفهم. عاشر فكرة، اطلع لايف على السوشيال ميديا. اللايف فرصة كبيرة ليك انك تطلع تتكلم براحتك عن مواضيع ليها علاقة بتخصصك وعلاقة بمشروعك. انا اشتغلت مع براند تجميل في المانيا، واسبوعيا كنا بنطلع لايف نقفل مبيعات الشهر. بس الفكرة هنا بقى انك لازم تختار موضوع قوي وتبتدي تروج لللايف بتاعك على الستوري عشان تجيب مشاهدات. وهنا في الترويج بتاعك هتبتدي تقول في الستوريز انت هتتكلم عن ايه في اللايف ده، ايه هي الاسئلة اللي هترد عليها عشان تزود اهتمامات المتابعين. ولما تطلع لايف ابتدي بين المنتج بتاعك على انه حل للموضوع اللي انت بتتكلم فيه. تقدر كمان تستضيف حسابات تانية تطلع لايف معاك عشان تستفيد من جمهورهم وجمهورك. ودول كانوا اقوى 10 افكار تسويقية للمشاريع الصغيرة. وزي ما وعدتك عشان استنيت لاخر فيديو، سايب لك في التعليقات رابط لملف فيه 20 فكرة كمان بطريقة تنفيذهم عشان تبتدي تشتغل وتجيب عملاء من غير ما تكلف نفسك. يا ريت لو استفدت من الفيديو تعملوا لايك وتتابعني. والجمعة الجاية هتكلم عن التسويق للأعمال، المهارة اللي زاد عليها الطلب بشكل كبير جدا، واللي ممكن أصلا تبقى بداية مشروع ليك. فتابع القناة وفعل جرس التنبيهات عشان ما تفوتكش. والسلام عليكم.